بسم الله الرحمن الرحيم. وفاة العلامة المقرئ الفقيه الدكتور عبد الهادي حميتو، أحد أعلام الدراسات القرآنية بالمغرب، وإماما محققا في علم القراءات ورسم المصحف. جمع بين عمق العلم وخدمة القرآن تعليما وتأليفا وتحقيقا، وخلف أثرا علميا راسخا ومؤلفات مرجعية حتى عد في نظر تلاميذه وزملائه موسوعة علمية في زمن التخصصات. ولد رحمه الله في شهر رجب سنة 1362 هجرية الموافق 1943 ميلادية بقبيلة شياضمة نواحي الصويرة جنوب مراكش. حفظ القرآن الكريم على يد والده وهو في السابعة، وتلقى علوم الرسم القرآني والضبط والتجويد، ثم التحق بالتعليم الأصيل فقرأ المتون العربية والفقهية ودرس الفقه المالكي، ثم تابع دراسته في مراكش ثم بالدار الحسني بالرباط. حصل على شهادة في الحديث وعلوم القرآن، ونال دبلوم الدراسات العليا سنة 1979، والدكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والشريعة سنة 1995 عن أطروحته قراءة الإمام نافع عند المغاربة، دراسة في تاريخها ومقوماتها الأدائية من القرن الرابع إلى القرن العاشر الهجري. تقلد رحمه الله مهام علمية رفيعة داخل المغرب وخارجه. توفي رحمه الله يوم الأحد 18 رمضان 1447 هجرية الموافق 8 مارس 2026 عن عمر 85 عام، أمضى في خدمة القرآن الكريم وعلومه والقراءات القرآنية.